الشوط الأول كان لقاء ما بين طموح الشباب وخبرة السيب. طبعا اليوم الشباب يلاقي فريق بحجم السيب صاحب خبرة كبيرة متمرس في الوصول لمراحل متقدمة، لكن الطموح والعزيمة كان واضح على لاعبي نادي الشباب. شوط أول نجح تقريبا بنسبة كبيرة نادي الشباب، أنهاها بالتعادل في آخر الدقائق. أتوقع الشوط الثاني يجب على نادي الشباب على أقل تقدير في أول 10 دقائق أول ربع ساعة ما يفكر في تسجيل الهدف، وإنما يحافظ على النتيجة. مع تقدم الدقائق أتوقع الشباب قادر أنه يحسم الشوط الثاني إن شاء الله بهدف قاتل من أحد لاعبيه. الفريق الشوط الأول لعب بتحفظ نوعا ما بأول ربع ساعة، دخل في مرمانا هدف. الحمد لله رجعوا الشباب ورجعوا ومسكوا رتم اللعب، قدروا انهم يسجلوا في نهاية الشوط الأول. إن شاء الله تعالى إذا استمروا بهذا الأداء وهذا الأداء في الملعب راح إن شاء الله تعالى يطلعوا فايزين بإذن الله تعالى. شوف الشوط الثاني إن الشباب بيأدوا لعب زين، وإن شاء الله مجهود المدربين والطاقم الفني إن شاء الله. إن شاء الله الشباب بيفوز بنتيجة كبيرة. عزم وراد الشباب منصور والنصر يا بعزم وراد الشباب منصور والنصر يا سجل يا تاريخ ودونا بالشباب اللي راد، سجل يا تاريخ ودونا بالشباب اللي راد. عزم وراد الشباب منصور والنصر يا بعزم وراد الشباب منصور والنصر يا سجل يا تاريخ ودونا بالشباب اللي راد، سجل يا تاريخ ودونا بالشباب اللي راد. علي عليها مسحب نجم الملاعب حياب، علي عليها مسحب نجم الملاعب حياب. منصور دايم يا الشباب العزم يرسم وكادر، منصور دايم يا الشباب العزم يرسم وكادر. علي عليها مسحب نجم الملاعب حياب، علي عليها مسحب نجم الملاعب حياب. منصور دايم يا الشباب العزم يرسم وكادر، منصور دايم يا الشباب العزم يرسم وكادر.
صراحة اليوم أشكر جميع الشباب على أدائهم صراحة في المباراة، ما قصروا. وصراحة صح إنه أغلاط في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني الحمد لله استمرينا، والحمد لله رب العالمين حصلنا إلى النتيجة هي المطلوبة. ولكن سبحان الله، الله قدر ما شاء إنه نكون على البلنديات، والحمد لله فزنا. أبارك الفوز لكل الأمة الشبابية والجهاز الفني والجمهور، وبصراحة الجهاز الفني بقيادة المدرب وليد والمدرب أيمن ما قصروا، اشتغلوا على الفريق، والفريق يعني يقدم نتائج طيبة في دور المجموعات، والحمد لله وصلنا لنصف النهائي والحين النهائي بإذن الله، فانا الكاس بإذن الله. الأولاد أدوا أكثر من ما عليهم. صح ضربات جزاء، لكن سيب فريق عريق، فريق له احترامه، فريق قوي، وبالتالي هاي السبب وصلت المباراة النهائية يعني إلى ضربات الجزاء. حقيقة نشكر اللاعبين جميعا، نشكر نادي السيب على أدائهم أيضا، والجماهير نادي الشباب اللي كانت حاضرة بكثافة. ما كنا نتوقع حقيقة مشاق الطريق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وفقنا ربنا على كل حال. إن شاء الله نبارك أول شيء لفريق نادي الشباب، إن شاء الله القادم أفضل نادي السيب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك هذا الجمهور وقفتهم معنا، نبارك لهم هذا الفوز، وإن شاء الله نوعدهم أن نقدم أفضل ما لدينا. نعم توصلنا لركلات جزاء، لكن قدر الله ما شاء فعل، أن البطولة كتبت وصولنا للنهائي انكتب لنا. الكورة هي فوز وخسارة، الحمد لله اليوم مكتوب لنا أن نفوز، وإن شاء الله هذا الموسم موسم استثنائي للفريق الأول وفريق الناشئين إن شاء الله، والفرحة فرحتين هالموسم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة كانت لا تقبل القسمة على اثنين، يعني من طرف السيب من طرف الشباب. كان اللاعبين عندهم ضغط، أنا يعني الضغط الكبير كنا نحن نحمله، ما نحمله لاعبين، نحمل يعني السيب، حتى وصلنا لدرجة نبلغ لاعبين ان الضغط الكثير على السيب، ان السيب صاحب بطولات، صاحب انجازات، دائما هو المسيطر على المراحل السنيه في البطولات. لكن الحمد لله نحن طلعنا ربعنا ولاعبينا الابطال الصغار من هذا الضغط، ولعبنا المباراه باريحيه اكثر. الحمد لله صح ان كانت المباراه شويه اول ربع ساعه عدم الخبره الكافيه غير موجوده عند لاعبينا، لكن بعد التوجيه والارشاد وتوجيههم داخل ارضيه الملعب الحمد لله دخلوا اجواء المباراه بعد ربع ساعه. سجل فينا جول خلال 10 دقائق بسبب الربكه الموجوده عند لاعبينا، لكن الحمد لله ربنا قدرنا نتدارك اخر دقائق في الشوط الاول ان نسجل التعادل، وهذا اللي افادنا في المباراه، ندخل الشوط الثاني باريحيه اكثر. صح ضغط السيب علينا والبريس اللي على حامل الكره، لكن الحمد لله كان ربعنا متماسكين طول الشوط، واصابه اللاعب بشار سبتنا شويه ربكه، لكن الحمد لله دخول اللاعب مبارك اعطانا شويه من الثقه في الجهه اللي يكون فيها اليسار، ودخلنا حكيم داخل في العمق. لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله وفضل الجماهير الموجوده وفضل اداره النادي جزاهم الله خير ما قصروا، يعني جزاهم الله خير ما قصروا معنا بكل شيء ما تعنيه الكلمه. يعني شكر موصول لكل هذه الاطراف او الجوانب اللي يوفرون لنا اياها. الشكر شكري كثير كثير لاولياء الامور، يعني ابناء صغار سامحين لهم يعني مدته 4 ساعات 5 ساعات في اليوم، هذا انجاز الجميع. هذه خطوه تعب خطوات اللي مرينا بها الدور الاول، المرحله الثانيه بقت خطوه، ونتمنى ان شاء الله وقوف الجميع معانا الخطوه النهائيه ان شاء الله اللي هي يتوج فيها ابطال الشباب باذن الله تعالى بالدرع لهذا الموسم باذن الله تعالى. ومشكورين من القلب.